اليوم رح نحكي بهاي الفقرة عن شيء جدلي وكثير الناس بتحكي فيه بهالآونة الأخيرة عن مواقع التواصل الاجتماعي. هل هي اليوم تعمل على تعميق نوع من الثقافة أم هي مجرد طفرة تكنولوجية؟ كيف رح تأثر هالمواقع على ثقافتنا، أو ممكن أنه تكشف هشاشة بثقافة الحوار والنقاش والجدل بمجتمعاتنا؟ كل هالشي رح نحاول انه نحكي فيه مع ضيفنا بالاستوديو وهو اكيد موضوع ملتقى الثقافه اليوم مع زميلنا الصحفي عامر فؤاد عامر. صباح الخير واهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح النور. خلينا بالبدايه نبدا حديثنا بالحكي عن مزايا التواصل الاجتماعي الايجابيه. الموضوع كتير كبير، يعني اكيد ما هني تعداد 1 2 3 الى اخره، يعني هو اللي راح يخطر على بالي راح اقول اياه. يعني من باب المتعه معظم الشرائح الاجتماعيه بتاخذ هذا المفهوم انه وسائل التواصل هي وسائل ترفيهيه، لكن اذا تعمقنا اكثر بموضوع ضروره وجود هاي الوسائل بنلاقي انه لا، هي لها فائده كتير كبيره من حيث الناحية المهنية، أو بتخدم الناحية المهنية اللي ممكن الشخص بيكون موجود فيها. بمعنى أنه هي ممكن تكون وسيلة مساعدة ضمن المهنة اللي الشخص عم بيشتغلها. فهي وسائل إلها يعني إلها توظيف مهني بالإضافة للتوظيف مثل ما عم نقول اللي حكينا عنه بالبداية اللي هو وسيلة ترفيه. بس كمان إذا فكرنا أكثر بأنه شو هي فوائدها لهي الوسائل، فيني احكي بانه هي عم تعمل نوع من التواصل بين الناس، خلينا نسميها من ناحيه دقيقه اكثر، انه عم بتوفر مساله الاتصال الزمني والمادي على الاشخاص. يعني بفترات سابقه، خلينا نرجع نقول 10 سنين لورا، كان الاتصال يمكن صعب شوي بين شخصين موجودين ببلدين بعد، ومكلف بالاضافه للكلفه. كمان اذا رجعنا 10 سنين اكثر لورا، يعني 20 سنه، بنلاقي انه صار الموضوع كثير صعب. بينما هلا وسائل الافتراض وسائل التواصل الاجتماعي سهلت هذا الموضوع بشكل كثير كبير زمنيا وماديا ومكانيا. وين ما كان الشخص معه موبايل بيقدر يحكي، يعني مش شرط انه يروح على مقسم او تليفون ثابت او شيء، وين ما كان. اذا هي وفرت الموضوع الجهد اللي كنت عم بحكي عنه. فهي اهم 3 فوائد فينا بشكل مباشر نحكي عنه. هاي الشغلات الإيجابية. هاي الإيجابية. وما بعرف إذا كمان فينا نكمل بالإيجابي. فينا نحكي بهالأيام عن ثقافة ما رح تنتجها هي المواقع، إن كان بشقها الإيجابي أو السلبي. هلا هذا الموضوع خلينا نسميه ممكن تنبؤ قياسي. يعني إذا نحن طلعنا إنه على كيف الناس ممكن عم تستفيد من هاي الجوانب أو هاي الوسائل، كيف عم توظفها بحياتها، فينا نحن بهذا القياس نفهم إنه بالسنوات القادمة جزء مما سيحدث عبر هاي التواصل. فهي ممكن تشكل ثقافي فعلا، ممكن تعمل يعني حالة خدمية أسرع وأفضل أو أجود مما هي موجودة عليها هلا. ولكن هذا الموضوع يعني هو احتمالي، فممكن يكون صحيح، ممكن ما يكون صحيح. لكن تبعا للقياسات اللي أنا عم بحكي فيها، البوادر اللي عم تبلش تماما هلا، ممكن نقول إنه هي ممكن تشكل رصيد ثقافي ذو فائدة بالفترات اللي جاي. لكن هاي الثقافة مين رح يستفيد منها ومين اللي رح يفعلها بشكل مضبوط بحياته؟ بقى هون بتجي نسب الشرائح، لأنه احنا بنلاقي كثير انه ممكن الطلاب بيستفيدوا منها لهي وسائل التواصل، بس يا ترى هل بيستفيدوا منها بس للناحية العلمية؟ لا، أنا بشوف إنه في كثير لما عملنا بحث وشفنا وعم نشوف حتى موضوع الإحصائيات اللي عم تطلع من أي بلد، لأنه كل بلد عن بلد مختلف، عم نلاقي إنه هي وسيلة هروب أحيانا، هي وسيلة مو بس ترفيه، وسيلة تعرف على أمور ممكن عم تجي بغير وقتها المناسب، بالتالي هي خطيرة. فهي الثقافة خلينا نقول إنه هي سيف ذو حدين، مثل ما لها فائدة لها خطورة. فهي مشان هيك إنه إذا نحن بدنا نعمل قياس تنبؤي للسنوات اللي جاي، لازم نعمل كمان نشوف هاي الاحتمالات شو هي، ونعمل الحصانة أو الأمان أو التدابير الاحتياطية أو الوقائية أو العلاجية. كلها هي لازم نشوفها، ننتبه لها، لأنه هي خطيرة جدا. طب ممكن تكشف مواقع التواصل الاجتماعي يعني أو تكشف لنا أو توضح لنا هشاشة ثقافتنا أو الهشاشة بثقافة الحوار عند بعض المثقفين؟ ممكن هذا الشيء، بس خلينا نحن نحكي بطريقة يعني
اكثر شوي. اولا الثقافه شو هي كمفهوم بالنسبه لنا؟ إذا اعتبرنا إنه وسيلة الافتراض أو وسيلة التواصل الاجتماعي هي عم تخدم الثقافة تبعيتنا، فهون بدنا نعرف إنه كيف عم تخدمها. يعني نحن، أنا بقول بشكل صريح، نحن كشعب بسوريا، نحن ما الجريدة ليست حالة ضرورية ببيوتنا. ما بتيجي الجريدة على كل بيت، بيوت محددة اللي بتطلب الجريدة وبتفتح الجريدة وبتقرأ مواد غالبا الجريدة. مؤسسات يعني. تماما، هي توزع فعلا. يعني موضوع خلينا نكون صريحين وما في داعي للتخبي، انه الشعب عندنا ما بيقرأ الجريدة. الجريدة ممكن توصل بمقال بهمني او بهم موضوع انذكر بخصني او بخص مهنتي او بخص عائلتي او بخص فلان انا او بعرفه. نازل لي يعني فيه هاي الاحتمالات اللي ممكن، انه مشان هيك انا بروح بجيب جريدة وبقرأ. ما أنا ضرورة بكل بيت. لا، ما أنا ضرورة بكل بيت مع كل أسف يعني، بس هي حقيقة لازم نحكي فيها مشان ممكن هاي الحقيقة هي تعمل حالة من التوعية أو حالة من التنوير، ممكن تحفز بعض الأشخاص أو المسؤولين لو يجدوا حلول مناسبة لهي صحيح. القصة المانا إيجابية أبدا. فوسيلة الافتراض هون أو وسيلة التواصل صارت لها دور، وأنا بحكي عن تجربتي الخاصة، اللي هي لها علاقة بأنه أنا المادة اللي بكتبها بنشرها على صفحتي أو بنشرها على التويتر الخاص فيني، مشان يشوفها أكبر عدد ممكن، لأنه هن موجودين هون، العالم موجودين على صفحات التواصل هي. فأنا قدر الإمكان لما يكون عندي مقال أو لما بيكون عندي خبر فبنزله على هاي المواقع، فبلاقي إنه الانتشار أكثر، الفعالية أكثر، وبلاقي انه يعني افضل بكتير حتى من انه اذا بس انا حطيت، لنقول انه بس حطيتها او نشرتها بموقع انترنت. فوسيله التواصل مهمه جدا، يعني هي اللي عم بتكون الوسيله المساعده للناس تقرا. فهي بتوصل الماده بشكل اسرع، وبتوصل يمكن بصير فيها فعاليه اكثر، لانه حسب التعليقات حتى ممكن ينتبه الشخص، انه اذا الشخص بس انه هو مر مرور الكرام ولا قرأ فيها، انه كان مشاهده او تفاعل. تمام. لانه اذا طب قرأ بهي بده النقطة تحديدا يكون الكومنت كثير انه من لب المادة غير. بهالنقطة تحديدا النقاش والجدال يلي بيصير على مواقع التواصل الاجتماعي بهي الصفحات الثقافية، هل هو هون عم بيزيد ثقافة الحوار، او هو بس مجرد يعني انه كومنت او تفاعل؟ طيب، ثقافة الحوار عنوان كتير عريض. لما نقول ثقافة حوار، المباشرة بين المتحاورين أو المتحاورين كلهم هي حالة كتير مهمة. لما تدخل وسيلة الافتراض أو وسيلة التواصل الاجتماعي، هي لغت المباشرة، صار في شيء افتراضي بين الاثنين. دائما لغة المباشرة بتمنح نوع من الاحترام، وبتمنح نوع من التقدير أو الفهم الأعمق للشخص المناقش واللي عم بيتناقش معه. فلما يكون عندنا وسيلة افتراض معناتها شوهت المباشرة، وسيلة تواصل وشوهت المباشرة. هاي المباشرة كتير ضرورية، وهي اللي بتعمق ثقافة الحوار. هاي اللي بنشوفها بالمنابر الثقافية، بالمراكز الثقافية. لأنه ثقافة الحوار بتعتمد على الاحترام، بتعتمد على رؤية، مثل ما قلت، رؤية مباشرة بين الاثنين، وتقدير للحالة الفكرية، وتقدير للحالة الإنسانية الموجودة بين الاثنين. بينما وسيلة الافتراض أنت ممكن تتناقشي مع شخص ما بتعرفي شو عمره، مين هو، شو سويته الاجتماعية، هل هو فعلا حامل نفس الاسم، ممكن ما يكون محترم بتعليق تماما. فهو ممكن يكون جاسوس، ممكن عم بياخذ منك افكار او عم بيحاول يحفزك لشيء وانت منك عارفه. بالتالي وسيله التواصل او الافتراض هي وسيله خطيره جدا، وهي بتشوه ثقافه الحوار. انا برايي ابدا ما بتخدمها الا بنسبه انه انا بعرف فلان وهو موجود مثلا بمكان بعيد، فانا عم بتواصل معه بهي الوسيله نتيجه البعد المكاني بيني وبينه. فثقافه الحوار ابدا انا ما بشوفها ضروريه او اساسيه او بتخدمها وسيله التواصل الاجتماعي. هي بتخربها لثقافه الحوار، لانه انا لما اتحاور معك بدي اشوف ملامحك، بدك تشوفي ملامحي، بدك تشوفي طريقه كلامي، بدك تشوفي وتسمعي حتى نغمه صوتي. هل يا ترى هذا بيعطيني اياها وسيله التواصل الاجتماعي؟ لا، هي بتشوهها. وبعدين بنفس الوقت وصول المشاعر هاي اللي لها علاقة بأنه أنا قد ايه متعمق معك، قد ايه حامل حالة الفهم أو الوعي، وعم بقدر
كلام هون مفقودة ضمن وسيلة الافتراض، لأنه ممكن أنا أكون عم بتسلى بشيء وإنه وبنفس الوقت إنه عندي رغبة إنه أنا دردش أو أتحاور أو أتواصل مع بتصير حدا. طبعا. ما بيكون كل هذا ليس تركيزي احترام. منصب على الموضوع. تمام. بالتالي ثقافة الحوار تعتمد على الاحترام، تعتمد على المباشرة، تعتمد على مدى وعي الشخص وتقديره للشخص اللي عم بيتناقش هو وياه. او هذا معرفته كله ما بالاخر موجود. على الاقل. تماما نكون تماما. بعرف الاخر اللي عم بتحاور هي معه. كلمة المعرفة كلمة عميقة جدا. لما بدي أعرفك معناتها بدي أحترمك، معناتها بدي أدرك إنسانيا، بدي أفهم أنت تماما شو، بدي أفهم لغتك. صحيح. بنفس الوقت هذا بده يكون شيء متبادل. فهذا ما هو موجود بوسيلة طيب، الافتراض. كصحفي عامر ومثقف، م. كيف بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بمزاياها الإيجابية؟ يعني أهم شغلة إنه بدي أخلي وسيلة الافتراض أو وسيلة التواصل تخدمني، مو أنا أخدمها. وهذا الشيء اللي بيوقعوا فيه كل المستخدمين أو معظمهم، إذا مو كلهم. أنا مثلا صحفي وهي مهنتي. بده يخدمني هاي الصفحة أو هاي وسيلة الافتراض بطريقة إنه تنشر لي الخبر أكثر، تعمم لي الخبر أكثر على أكبر عدد ممكن من المستخدمين. وبنفس الوقت حاول أنا أقدمها بصورة جميلة. نحن بنلاحظ إنه الصورة لما ننزل صورة أيا كانت هي الصورة فبتجيب متابعة أكثر من الكلمة للأسف، لأنه نحن مجتمع ما بيقرأ. فبالتالي أنا هون لعبت على هاي القصة، صرت نزل صورة وكلمة سوا. ودائما بحاول إنه أقرب العالم من المقال أو من الجريدة، فبحاول صورها من الصفحة. أنا بقدر أخذها مثل ما هي إلكترونيا ونزلها بشكل ملون وجميل وهيك، لا بحب إنه مثل ما هي الصفحة عشان يحسها أكثر إنه كأنه فعلا هي مطعجة، كأنه الكلمة هون فيها حبر زايد، كأنه فبحاول إنه خليه يفوت أكثر، أقرب للواقع تكون. أي تماما، إنه شم ريحة الورق أكثر من خلال هاي المشاهد أو المؤثرات البصرية اللي أنا أحيانا بعملها. وأحيانا كثير بحاول فتح الصورة قبل ما أنزلها. هذا كله مشان ينجذب القارئ او ينجذب الشخص المتابع او الفيسبوكي او المغرد على تويتر او باي مكان ثاني. هي صورة عامل جاذب. فانا هون بلعب على هاي المسألة، صورة مع كلمة مختصرة مفيدة فوق وبحط لينك المقال مشان يفوت يتابعه. فهون الوسيلة خدمتني. بينما انا لإلي ولغيري بقول نفس الكلمة، انه ما في داعي تكتب انت خصوصياتك بالبيت شو عم تعمل، وما في داعي تصور الاكلات وانت عم تاكل، وما في داعي تقول انا اشعر بالفخر وما بعرف شو اشعر بالحزن بالفرح وانا مريض وتوفى لي فلان وما بعرف شو. هاي الاسرار. يعني هون المشكله انه في شيء بالانسانيه اسمه السرانيه، وهي كمان لها علاقه بثقافه الحوار. لما تكون انت انسان سراني معناتها بتحترم انسانيتك وبتحترم انسانيه الاخر. بالتالي هاي الانسانيه هي جزء من الوجود. يعني انت تحترم هالإنسان اللي قبالك، يعني تحترم الله في هذا الإنسان. هون وسيلة التواصل فرضت لغت هاي الخصوصية كلها، لغت الخصوصية كلها، ما في سرانية. صار في إنه أنت ممكن تكون بالبيت بأي لحظة تصور وتنزل، هذا غلط. هون الفكرة بأنه هي أصلا وسائل التواصل هي فيها نوع من الخرق والتجسس وانها بتفوت على اسرارك، بالتالي بتفضحك وانت منك عارف. بيعتبروها انفتاح على العالم، تواصل. طيب شو الفائده؟ يعني شو الفائده انه انا اعرف الاخرين انه انا قد ايه مستوى وعي، او قد ايه انا مثلا مستواي المادي هيك او مستواي الفكري هيك. شخص مشهور وفي كثير اشخاص يعني بيقيسوا شهرتهم قديش عندهم على الفيسبوك لايكس، قديش عندهم فولور على تويتر. يعني كل ما زاد رصيده بالشهره، وهذا شيء يعني وهل الشهرة هدف يا ترى لكل الاشخاص؟ ما هون انا بدي اسال هالسؤال، لازم نكون كلنا مشهورين؟ كل الشعب السوري مثلا لازم يكون مشهور؟ او كل المستخدمين الفيسبوك لازم يكونوا مشهورين؟ او كل المغردين لازم يكونوا معروفين؟ هذا غلط كثير كبير. نحن لازم نعرف شو عم نشتغل. يعني الكلمة خطيرة والكلمة مسؤولية، هذا ما حدا عم بيفكر فيه. لما انا بدي اكتب جملة كمان ما بدي انتبه انا للحروفية تبعيتها، للغة تبعيتها. دايما بلا همزات، دايما في غلط عم بيصير في اخطاء املائيه مخيفه على فكره. فغلط. يعني انت عم تعرف انه انت لاتينيه كمان. شلون؟ اذا ما كتبوا بحروف لاتينيه تمام، بيكتبوا كلمات يعني اول مره انت يعني بتشوفيها بشكل كثير مزعج وبشع. فبالتالي انت عم تعرف انه انت مستواك شو. يا اما قدم شيء يليق بانك انت انسان ابن هذا المكان وابن هذا الارض وابن هاي الثقافه وابن هذا البلد، او كون حذر جدا بكل شيء انت عم بتنزله. انا هاي نصائح وهي القصص اللي دائما بنتبه لها. ما في داعي انه انا اكون مكشوف
وسطحي من خلال وسيلة التواصل. صحيح. هي بالنسبة لكل يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بالنسبة للمثقفين، المثقف العربي، قديش ممكن انه يكون موقع التواصل الاجتماعي هو منبر لإله؟ أنا رح جاوب من خلال تجربتي أنا، مم. لأنه يعني أكيد ما عملت بحث عن هذا الموضوع مع عدد من المثقفين قبل ما أجي. هو بصراحة خدمتني كثير. أنا كثير بتواصل مع مثلا كتاب مجاورين لنا، ما بقدر أشوفهم، مثلا في منهم من الأردن، في منهم من لبنان، في منهم من مصر، فهذا كثير شيء حلو. أنا بصراحة تواصلت مع حتى صحفيين مثلا من الجزائر، هذا الشيء كثير حلو، أغناني. بالعكس قرب المسافة بيني وبينهم، صار في صداقة وصار في رغبة حتى للمعرفة بشكل أكثر، للقاء. بشكل إنه إذا التقينا بمناسبة معينة أو بمهرجان عربي أو فأنا صار في عندي توقع للقاء هدول الأشخاص. فوسيلة الافتراء، وسيلة التواصل هون خدمتني، أعطتني تسريع للزمن تسريع لمعرفة الطرف الآخر المثقف طبعا، وبنفس الوقت في غنى، لانه في يعني لما اقول انا مثقف معناتها لغه الكلمه موجوده اكثر، ظاهره اكثر. لغه الحوار كمان عم نتعامل معها بنوع من الحذر الشديد، ما بتنكتب اي كلمه غلط، ما بيكون في في تعبير رقي برات يعني يعني برات الاشخاص اللي عم الطريق. تتعامل معهم فينا نقول انهم من مستواك الثقافي. مو يعني مو انه من مستواي، انه هن المثقفين ممكن يكون مستواهم افضل بكثير، بس انا عم بسعى للقاء هدول الاشخاص عبر وسيله الاتصال، وهذا الشيء كثير فادني واغناني. يعني انا هلا حاليا ما فيني اسافر على اي مكان او اي بلد، فوسيله التواصل هون خدمتني كثير. بالعكس تواصلت معهم، تعرفت عليهم اكثر، صار في يعني حتى تبادل كتب مثلا، تبادل خبرات، تبادل مقالات، مواضيع كتير. يعني مثلا أنا وحدة من الحالات اللي خدمني فيها الفيسبوك، إنه مثلا أنا وصلني مثلا كتاب كنت عم دور عليه بس لقيته بالصين مثلا، هذا الكتاب حلو. عبر صحفية جزائرية مثلا. فهذا الموضوع كتير مفيد لإلي. وأنا من هون يعني أنا كنت رافض للتواصل عبر الصفحة بشكل يومي، بس وقت اللي صار في حصاد إيجابي من خلال الحالة المهنية أو الثقافية اللي أنا بحبها، فكتير حبيت هذا الموضوع، انه من الصين وصلني كتاب على سوريا بسبب التواصل عبر عبر اصلا بتحس انه كل الناس صار عندها فيسبوك او تويتر، يعني مستخدمين كثير حول العالم، وبسوريا نحن يعني خاصة بهالأزمة ما فينا نسافر ونطلع وهيك، فكثير صرنا يعني مشبعين بالفيسبوك أكثر شيء يمكن فيسبوك. تماما. في بتحسي صبغة عامة بكل بلد. يعني مثلا بلبنان اوكي الفيسبوك موجود، بس انا لاحظت انه بيحبوا التويتر اكثر، بيستعملوا التويتر بشكل حتى سياسيين عندهم يعني غير تماما. ايه، مثقفين مجتمع التويتر عندهم واضح اكثر. عندنا بسوريا لا، بتلاقي الفيسبوك هو الرقم واحد اكثر. بالغرب لاحظت انه كثير على الانستغرام حاضرين كمان بشكل اقوى شيء، يبدو الصورة عندهم هي كمان فاعلة اكثر. لانه انا ما فيني اتهم بس مجتمعي انه هو شوهت او يعني وسيله التواصل شوهت العلاقات، او شوهت الثقافه، او شوهت العلاقات الانسانيه بمجتمعي. لا، كمان بالغرب هن بيعانوا من هاي المساله. ودائما انا في بعض صحفيين بيكتبوا لمقالات مترجمه وهيك، فبيذكروا انه قد ايه شبابهم الجديد متعلق بالواتساب او بالفايبر، وكثير عندهم حالات اسراف بالوقت بالنسبه لهذا إدمان. الموضوع، وادمان. تمام. يعني يبدو هي مشكلة على كل مشكلة العالم مو عالمية بس إذا عنا. بدنا نقول. طيب تماما. برأيك ممكن خلق معايير بتنسق وتنظم استخدام وسائل التكنولوجيا؟ ممكن جدا وضروري هذا الموضوع. نحن اليوم 10 شباط، اليوم العالمي للإنترنت الآمن. ضروري هي الكلمة تنوجد ونشارك فيها ونعمم ونعرف العالم بأنه في شيء اسمه إنترنت آمن، وفي شيء اسمه إنترنت غير آمن. فنحن بالنسبة لنا بالبلد الغير آمن منتشر أكثر. بنقدر وممكن جدا، وفي عندنا الجمعية المعلوماتية السورية كمان في عندها وسائلها وعندها أساليبها الوقائية، ولو هلا مثلا ممكن عم بيكون التفعيل كتير واضح، لكن هي فعلا نشيطة جدا. ولما كانت قبل الحرب على البلد كان في عندها كتير قواعد مهمة تشتغل عليها، وفعلا يعني أنا فيني أقول إنه كان الإنترنت آمن. لكن نحن إذا كان في تكافل وتعاون بين المجتمع الداخلي اللي هو الأسرة، وبين المجتمع الخارجي اللي هو مجتمعنا ككل برا، إن كان المدرسة أو الأماكن العمل الخاصة والعامة أو المؤسسات أو بأي أماكن أخرى، إذا كان في تعاون
بين الاسره والاباء والامهات وهي الجهات كلها، فنحن ممكن نعمم هاي القواعد ونخليها اساسيات وضروريات بحياتنا، وما في داعي ابدا ليكون في مشاكل بسبب هاي الفوضى اللي بتعملها وسائل الاتصال. فهي ممكنه اكيد، واذا كان في اشخاص على وعي وذوي معرفة بهي المسائل بحطوا قواعد وبنشغل عليها أكيد. ممكن نرتقي وعادة بالمسألة. المصطلحات انه انترنت امن وغير امن، او بيقولوا انترنت حر، يعني كمان انه تمام. بيخلي الواحد عنده لبس انه لا بيفضل بلا رقابة الانترنت. يعني هيك عادة انه الواحد يكون عنده رقابة ذاتية، او انه عنده حرية الاختيار وبالاخير القرار انه وين يعني يكون. بس يعني في لازم يكون في امن من ناحية شو هون؟ لما أفكر بغيري لازم يكون في قواعد. يعني أنا بالنسبة لإلي وإلك ولحضرتك إنه ممكن نحن نختار إنه الحرية بهذا التعامل، بس لما يكون عندنا أطفال بالبيت، لما يكون مثلا بتطلع إنه في أسر كتير ممكن أبائها وأمهاتها عم بيغادروا المنازل لوقت طويل من العمل، فهون ما في خطورة. فيعني قد ايه مثلا نحن عندنا قواعد باعلامنا، ما بتطلع كلمه نابيه، ما بتطلع صوره جارحه الى اخره مثلا. هذا بحافظ على كينونه الاعلام، بحافظ على الثقافه الحلوه اللي ممكن نستفيد منها من خلال اعلامنا. هذا الشيء لازم يتطبق كمان على وسائل التواصل والافتراض عنا خصوصا بالبلد. بسن المراهقة، يعني للشباب أو سن للصبايا عم المراهقة، بيكون كثير في الطفولة، مشاكل. لأنه كمان نحن كل ما خلق عندنا جيل جديد عم يطلع أوعى من اللي قبله، عم بتلاقيه بيفهم بالتقنيات أكثر من الجيل اللي قبله. يعني بشكل حتى مفاجئ. يعني بتحسي إنه يعني أنا عم شوف أطفال مثلا بأعمار مثل عمر 3 سنين عم بيستخدم الموبايل مثلا، أو عم بيفوت على الصفحة وبيعرف تماما إنه هي الإشارة هيك مدخلها وهي الإشارة هيك مخرجها. إنه بتتفاجئ إنه عن جد في ذكاء ووعي جديد بالاجيال الجديده بطريقه كثير مفاجئه. فبالتالي هدول بدهم رقابه. يعني لو ما فينا نعطيهم العالم المفتوح هذا وانه يلا على كيفكم تصرفوا، لا حرام. نكون عم ناذيهم وهن بحاجه انه يكون في رقيب عليهم. طيب تمام. بالنهاية هل فينا وفعلا ممكن انه تؤسس مواقع التواصل الاجتماعي ثقافتها الخاصة، ام هي مجرد طفرة تكنولوجية؟ هذا السؤال اللي بدينا فيه. ثقافتها الخاصه باي منحى؟ يعني بالمنحى المهني ما فهمت. بكل النواحي، اذا بدنا نقول يعني ثقافة فيسبوك، ثقافة تويتر، ثقافتنا نستمدها من يعني هون يعني، ولا هي هلا طفرة ممكن بعدها تطلع مواقع جديدة، ممكن يصير شيء جديد؟ ما بدي اقول طفره، لها وقت منيح. يعني من لما مارك زوكربيرج نشر هذا الموضوع عمل خبطه بالعالم، عمل فوتة غريبة عجيبة بالشعوب على بعضها. فهي إذا بدي أسميها ثقافة، يعني هي ثقافة خاصة. هي ممكن تكون ثقافة اجتماعية بس، يعني هيك بعاداتنا ممكن الاجتماعية اللون الاجتماعي هيك. يطغى عليها أكثر. أما ثقافة بالمعنى الحقيقي لها، لا، هي ما ثقافة. هي حالة من الفوضى أنا برأيي. ممكن ينتج عنها أشياء إيجابية وممكن ينتج عنها أشياء سلبية، لكن هي بدنا نسميها ثقافة حرام. يعني ما بتوقع أنه تستحق. ما بتنعطى مسمى موجة. ثقافي. هي وسيلة، أوكي، هي وسيلة موجة. بنقبلها. موجة، ماشي. موضة شيء ايه هيك. تمام. نعم. وطفرة ما بقدر اسميها طفرة، لأنه الطفرة هي حالة مؤقتة. هي لا، أخذي مجال. ايه، صحيح. مجال سنوات. كنا بنتمنى انه كل الايجابي ناخذه من شاء هي الله. المواقع، ونكون كلنا عم نستخدمها بالشكل الصح. بدنا نتشكرك الزميل الصحفي عامر فؤاد عامر، شكرا. وأنا بتشكركم أكيد، وإن شاء الله دايما بتطرحوا مواضيع هيك يكون فيها تفعيل. وشكرا مرة ثانية. شكرا لك.